مساء الخير، يوم جديد وحلقة جديدة بنبدأها مع حضراتكم معاكم على الهوا لمدة ساعة بموضوع طب جديد زي ما احنا متعودين كل يوم، والاثنين 17/2. وحلقتنا النهاردة حلقة خاصة عن العيون أو طب العيون. هنتكلم فيها عن موضوع أو مشكلتين ممكن يكونوا مهمين جدا نظرا لأن مضاعفاتهم كتير، وممكن توصل لمضاعفات خطيرة زي الإصابة مثلا بالعمى لا قدر الله، وحلولهم يعني أو اكتشافهم أو تشخيصهم ممكن يكون سهل وبسيط نتيجة أعراض بيحس بيها الشخص أو المريض، فبالتالي لما يحس بيها لازم يتشخص بشكل سريع عشان ما يفقدش الإبصار بعد فترة طويلة. عن المياه الزرقاء والمياه البيضاء، عن أسباب الإصابة بيهم، عن هم بيتكونوا إمتى وفي عمر قد إيه، هل ممكن شاب مثلا سنه صغير يصاب بالمياه البيضاء أو المياه الزرقاء، ولا دايما الناس اللي بيصابوا بيهم هم كبار السن؟ ازاي نتعامل معاهم؟ هل بنعمل يعني بيتم اجراء الجراحه لكل الناس، ولا في ناس ممكن نستثنيهم من اجراء هذه الجراحات؟ هل زي ما في بعض الناس بتقول انا عملت العمليه دي ورجعت عملتها مره تانية، وليه زي ما ناس كتير برضو بتقول ان العمليتين او العمليه ما بتتمش يعني نعمل يعني العينتين مع بعض، بنعمل كل عين لوحدها؟ ليه بنعمل كده؟ وايه النتائج اللي ممكن نكون مستنيينها من وراء اجراء هذه الجراحات؟ وكل ده يفيدنا فيه النهارده استاذ دكتور محمد ياسر سيد سيف الدين، استاذ طب وجراحه العيون وعميد معهد دراسات علوم المسنين جامعه بني سويف. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، واهلا وسهلا بيكي واهلا وسهلا بمستمعينا الكرام. دكتور، قبل ما نتكلم في الموضوع الخاص بالحلقة وهو طب العيون وعمليات المياه البيضاء والزرقاء والمشاكل اللي ممكن يتعرض ليها الناس في عينيها، أنا حابة جدا يعني أو لفت نظري جدا عميد معهد دراسات علوم المسنين. إيه هي علوم المسنين يا دكتور؟ علوم المسنين يا فندم هي تشمل مش بس الطب المسنين، تشمل الطب وتشمل التمريض وتشمل العلاج الطبيعي وتشمل العلاج الوظيفي اللي هو جزء مشتق برضو من العلاج الطبيعي، تشمل التغذية بتاعة المسنين، التربية الرياضية للمسنين، فنون المسنين، الهندسة بتاعة المسنين والبيئة بتاعة المسنين اللي عايشين فيها، تشمل السياحة الميسرة للمسنين، تشمل الطب التكميلي للمسنين، تشمل اقتصاديات المسنين. كل دي علوم مختلفة للمسنين، والتربية الرياضية كمان. يعني هم 15 برانش أو 15 مادة بيدرسوا في علوم المسنين المختلفة ب 15 كلية. دكتور، الحقيقة أنا مبهورة، يعني مبهورة حقيقي. ويمكن لازم نعمل حلقة نتكلم فيها عن طب المسنين، لأنه ده موضوع مهم جدا وموضوع هيبقى موجود في كل البيوت، لأنه احنا مش مفيش بيت إلا فيه شخص تجاوز عمر ال 65، سواء يعني والدنا، جدنا، جدتنا. احنا تعداد سكان مصر حوالي 107 مليون، منهم حوالي 7% فوق سن ال 60 أو سن ال 65 سنة، واللي بيحتاج منهم رعاية اللي هم متجاوزين الأعمار اللي هي الكبيرة، فدي محتاجة رعاية بصفة خاصة ورعاية متخصصة من ناس متخصصين. بالظبط، وعشان كده السبب ان احنا انشأنا معهد دراسات علوم المسنين. معهد دراسات علوم المسنين هو الأول في مصر في جامعة بني سويف للدراسات العليا لتخصصات المسنين اللي احنا ذكرناهم من شوية، وهو رقم 190 في العالم كله، بس رقم 1 في مصر ورقم 1 في الشرق الأوسط ورقم 1 في أفريقيا. طيب، ده احنا بنوعد الناس بقى ان احنا لازم هنعمل حلقة نتكلم فيها عن طب المسنين وازاي نتعامل مع طب المسنين. ده قسم احنا تعملي عن ال 15، لا يبقى 15 حلقة عشان هنتكلم يعني في كل حاجة بشكل تفصيلي، لان انا دايما بيلفت نظري القصة دي، ودايما اقول لو الشخص ربنا قدره انه يعيش وقت طويل من العمر يوصل لل 80 وال 85 وال 90، ليه ما يبقاش وال100 وبقينا نشوف ناس كتير الحقيقة العمر والصحة. صحيح، ليه ما يعيش بجودة حياة
مش هنقول يعني هايله ولكن معقوله، يعني يبقى قادر يتحرك، يبقى قادر ان هو يخدم نفسه على الاقل، حتى لو احنا اللي هنخدمه احنا بنقول نبقى دايما ان عارفين. ربنا يديلهم طولة العمر والصحة. والصح اكيد نبقى عارفين ازاي نتعامل معاه، حتى يعني مع نفسيته، لان دايما اكيد طبعا. كبار السن لا، انت نفسيتهم بتبقى بتتعاملي معاه بال15 تخصص. صحيح. وازاي ممكن نعمل لهم رحلات، لان حضرتك بتقول كمان سياحة. بالظبط، فيعني ده عشان يغير مودهم ونفسيتهم، فبالتالي لا ده محتاجة حلقات. حقيقي محتاجين حلقات. طيب ندخل بقى في موضوع الحلقة يا دكتور، اللي لا يقل أهمية عن الموضوع اللي حضرتك طرحته دلوقتي، وهو العين. العين دي هي يعني بنشوفها ان هي حتى بتتسمى، مش احنا بنشوفها جوهرة جوهرة. يعني حقيقي. عشان ده كده نظرا لغلوها او مكانتها العظيمة. عشان هي جوهرة ربنا حماها بالعظم من حواليها، يعني هي محطوط في تجويف عظمي كله من جميع الاتجاهات عشان يحمي العين، لان هي فعلا جوهرة. من قدام في الجفن والرموش بتاعت العين واللي هي بتفتح وتقفل، دي عشان الجزء اللي هو الحماية الخارجية، لان هو مش هينفع نحط عظم من قدام عشان نحميها، فلازم ان هي وظيفتها ان هي تشوف الصورة زي الكاميرا كده، بتشوف الصورة والصورة بتنقلها للمخ، اللي هو جزء من العصب البصري، جزء من المخ موجود فيها عشان يبين الصورة كويس على المخ، عشان المخ يترجم الإشارات اللي بتنقلها العين للمخ. فالعين محطوطة في تجويف عشان حمايتها، محطوطة في جفون من قدام عشان نحميها، في الملتحمة عشان تفرز افرازات كده وتساعد في ان الدموع تنزل مع الغدد الدمعية وكده، عشان الدموع دي بتحافظ لي على القرنية ان هي تفضل شفافة، عشان دي الوظيفة بتاعتها، ان هي الجزء اللي هو بيتجمع الصورة، فلازم تبقى شفافة وكلير زي الازاز الكلير كده. طب الحقيقة يا دكتور ان احنا كلنا كنا متخيلين واحنا صغيرين انه احنا بنشوف عن طريق العين فقط، يعني العين هي اللي ليها صاحبة الفضل في اننا في الرؤية، اننا نشوف الشخص اللي قدامنا او نشوف الصورة اللي قدامنا، ولكن طلع ان المخ كمان ليه دور يعني تكميلي. لا، هي او العين دي الأداة اللي بتشوف الصورة، ولكن المخ بيترجمها. وخلي بالك ان احنا كل واحد عنده عينتين، ودي حاجة مهمة جدا. والعينتين بيشوفوا، دي بتشوف صورة ودي بتشوف صورة، وبتنقلها للمخ، والمخ بيترجم الصورة دي الى صورة متكاملة، لان هم يعني داخلين على بعض في الصورة دي، بتشوف جزء كده ودي بتشوف جزء كده، ففي جزء كومن ما بين الاتنين، وده مهم جدا في ان العينتين يشوفوا نفس الصورة عشان تشوفيها زي ثلاثية الابعاد، ما تشوفيهاش زي صورة زي بتاعة التلفزيون كده واحد ولازق فيه الحيطة، لا، عشان تشوفي الواحد ووراه مسافة وبعديه الحيطة او الكاميرا قدام الحيطة او كلهم كصورة ثلاثية الابعاد، زي ما احنا بنشوف دلوقتي البرينتر ثلاثية الابعاد، ونشوف الحاجات تكوينها ثلاثية الابعاد دي. لازم ان العينتين يشتغلوا بكفاءة، ولازم العينتين يبقوا مرتبطين مع بعض في المخ، في المراكز العليا في المخ. طيب ده يخليني اسأل، ايه اللي يخلي شخص اصيب مثلا بورم في المخ يبتدي يفقد الابصار في عين واحده؟ الورم في المخ حسب المكان بتاعه. المراكز العليا بتاعة الابصار موجودة في الجزء الخلفي للمخ، ومن قدام لغاية ورا في السلك اللي هو العصب البصري، ماشي من قدام لغاية ورا هنا، ومن قدام لغاية ورا هنا. يعني حضرتك بتبسط المعلومة. ما انا بقولك زي السلك بالظبط اللي واصل. فالعصب البصري ده بينقل جزء من الناحية دي وجزء من الناحية دي، والعصب البصري الناحية دي بينقل جزء من الناحية دي وجزء من الناحية دي. فلو حصل ورم في النص، المريض هتلاقي في النص كده مش شايف كويس. لو حصل ورم في الناحية دي هتلاقي مثلا الجنب ده طاير. لو حصل ورم في الناحية دي هتلاقي الجنب ده طاير، حسب المكان فين اللي حصل فيه الورم في المخ. العين مفتحة ولكن هي فقدت وظيفتها. العين عبارة عن أداة بتشوف أداة. الصورة كأنها كاميرا يعني يا دكتور. زي كاميرا. ولكن أنا عشان أشوف الفيلم لازم يبقى قدامي مونيتور أو شاشة بالزبط. عشان أعرض عليها. بالظبط. فهي دي كأن نفس الكاميرا، هي دي الكاميرا اللي قدامنا اللي بتشوف، اللي بتلقط الصورة. فهي بتلقط الصورة زي الكاميرات بتاعت زمان. الشبكيه اللي جوه ده الفيلم اللي احنا كنا بنشوفه، بنحمض عليه، بيشوف الصوره، وبعدين نروح نحمضه ونشوفه على مونيتور. احنا بنحمضه في المخ.
في المخ هو اللي بيشوف بقى بالحته دي. زي الكاميرات الجديده دلوقتي، الكاميرا بتشوف وفي عندك شاشه من ورا بتوريكي الايه الحاجه اللي طالعه، فالشاشه اللي ورا دي اللي هي بتاعه المخ. لو المخ متاثر في مكان ما هيأثر على الرؤيه. ممكن يبقى شايف الصوره بس المراكز العليا مش شغاله كويس. ممكن يقول لك في الاول ايه هي مش عارف، انا حاسس ان الصوره مشوشه. لا، الصورة مشوشة ده يعني بتبقى المراكز يعني في عيب في العين هو اللي مانع الصورة ان هي تتكون كويس للمخ. لا، قبل ما الورم يعني حجمه يكبر او كده تبتدي المشكلة بان هو شايف صورة مشوشة. ما هو ده، ما انا بقول لحضرتك هو بيأثر على العصب البصري. أثر عليه فين؟ في الجزء اللي هو قدامه هيأثر عليه طبعا، جزء من الصورة هيروح منه. صحيح. تمام. صحيح. ده بالنسبه للمراكز العليا. انما العين بتحصل فيها امراض، الامراض دي بتاثر على الصوره تخليها مش واضحه ومش ما بتبقاش كلير يعني. من ضمنها الجفاف بتاع العين. الحاجه الجفاف بتاع العين ده اللي هو الدموع ما بتنزلش بنسبه كفايه، ودي بنشوفها دلوقتي كتير في الناس اللي قاعده على المونيتورز والكمبيوترز والشاشات والموبايلز والحاجات اللي زي كده. عايزه اقول فعلا مشكله الجفاف دي بقت منتشره ما بيننا كتير بشكل كبير جدا. وتتخيل يا دكتور انه الشباب والاطفال كمان ما هو دي بنلاقيها، ما هي دي بنلاقيها. انا ودي بنتي عند دكتور العيون يقول لي بنتك عندها جفاف. ايوه يعني من القعده كتير على الموبايل. بالزبط. عشان كده بنقول ان الاطفال الصغيرين محتاجين ان هم يقعدوا على الموبايل 5 دقائق كفايه عليهم في اليوم. تمام. صعب القعده كتير على ده 5 دقائق دي يا دكتور هتعمل يعني خناقات دلوقتي في البيوت المصريه. ما هو يعني مش عايزين نوصل لمرحله ان احنا القعده كتير على الموبايل بالنسبه للاطفال ممكن اوقات بيوصل للجفاف. دي حاجه بسيطه، انما بيزود لهم قصر النظر اللي عندهم، لان هم معظم الوقت بيفوكس على الحاجات القريبه وبيبقى مركز في الحاجات القريبه. ده بيعمل زغلله في العين، بيعمل وجع في العين، بيعمل صداع من الاسباب بتاعه الصداع في الاطفال. بيعمل استجماتيزم عالي شويه من الضغط على العين كتير كده. وفي بعض الحالات بيحصل لها حول. فاحنا مش هنصبر للمرحله دي لغايه لما يحصل المشاكل والمضاعفات ونعالجها. فالاطفال امنعيها من الموبايل. ليه تقعد على الموبايل؟ ما تقعد على الشاشه بتاع التلفزيون. شاشه التلفزيون بعيده مش مهم، ما بيركزش فيها زي الموبايل. يعني انا بفتكر الجيمز والالعاب والحاجات اللي زي كده. واحنا صغيرين يا دكتور كان يقعدوا يقولوا انه الطفل اللي بيقعد يتفرج عدد ساعات كبيره على التلفزيون نظره بيضعف. بالظبط. ما نعرفش ان هيجي زمن دلوقتي احنا مش قادرين، كل طفل معاه تلفزيون بس في صغير في ايديه. ايوه. طيب يعني الضرر بقى ازيد لانه الشاشه كبيره اللي كنا بنقعد نتفرج عليها، ولكن التلفزيون حجمه اصغر بكتير جدا وقريبه. وقريبه ده ممكن يقربها 30 سم و20 سم. يعني انا افتكر ان اهالينا لما كنا نقرب شويه من التلفزيون كانوا بيزعقوا لنا يقول لك خليكي بعيد، ابعد عن التلفزيون. واحنا بنسمع الكلام جدا كنا يعني بالزبط. لكن دلوقتي كل طفل معاه الموبايل وقاعد لازق فيه عدد ساعات طويل. حضرتك ندي الطفل الموبايل 5 دقائق في اليوم. بلاش الاطفال الصغيرين قوي يقعدوا على الموبايل، لان هم بيبقى عندهم طول نظر شديد وده بيؤدي الى حول سريع. حول سريع. وبنشوفها في الفترة الأخيرة بعد الأحداث بتاعت الكورونا والأطفال قاعدين على الموبايلات فترات كبيرة. بقينا نشوف نسبة الحول زادت في الأطفال بالذات اللي هم أقل من 5-6 سنين. ونسبة الأطفال اللي بيحصل لهم قصر نظر بدأت تزيد، ودي لاحظناها في أطفال المدارس. يعني بدأوا يحتاجوا أطفال المدارس نسب إن هم يحتاجوا نظارات، والنسب إن هم يحتاجوا يعني حاجات عشان تساعدهم في القراية والكتابة بقت نسبة أعلى، لأن هم بدأ يحصل لهم قصر نظر، بقى يشوف القريب ما بقاش شايف السبورة. طيب فكرة 5 دقايق دي يا دكتور يمكن فكرة هو احنا بنقول 5 دقايق، احنا بنقول 5 دقايق لأن هم الكبار هيقولوا 5 دقايق، بس هو فعليا الطفل لما هيقعد تقول له كفاية 5 دقايق هيقعد ربع ساعة ويشيله. إنما لو قلنا لك سيبيه ساعة، ما الساعة ما خلصتش، هيقضي 24 ساعة والساعة ما خلصتش. طيب هو انا ممكن ادي ربع ساعه الصبح وربع ساعه بالليل؟ 5 دقايق الصبح و5 دقايق بالليل وخلاص. 5 دقايق الصبح و5 دقايق بالليل. بلاش امنعي من الاطفال وخليهم يقعدوا على الكمبيوتر او يقعدوا على الموبايل على يعني الشاشه الكبيره. نحاول نكبر حجم الشاشات. الشاشه وده حمايه للعين بشكل افضل. شغلي لهم اللي هيشغلوه على الموبايل شغليهم لهم على التلفزيون. صحيح.
طيب دكتور، هل تأثير الشاشات دي على الأطفال هي نفس تأثيرها علينا احنا اكيد. كبالغين؟ نفس البالغين التأثير؟ بيحصل عندهم بقى يعني ليه بيحصل عندهم جفاف؟ عشان حاجتين. معظم الحتت دلوقتي بقت كلها مكيفة، فده بيعمل دراينس او بيعمل جفاف في الجو. الجفاف اللي في الجو ده بيخلي الدموع تتبخر بسهولة. طيب انا محتاج ان الواحد يبربش كده بعينيه عدد معين من المرات في الدقيقة، وهو قاعد مركز طول الوقت على الشاشة ما بيبربش كفاية، فبالتالي الدموع ما بتنزلش طبقة جديدة وتتبخر الطبقة القديمة. فبالتالي بيحصل ان هو اللي قاعد قدام الكمبيوتر بيبدأ ان هو يحس بحرقان واكلان في العين. الحرقان والاكلان ده اللي احنا بنسميه جفاف العين. فالمطلوب منه، احنا بنقول اللي قاعد على الكمبيوتر فترات طويلة كل تلت ساعة يقفل عينيه بالظبط نص دقيقة، عشان تساعد ان انت تريح العين وتساعد ان انت تنزل طبقة جديدة من الدموع وتبدأ ان انت تشتغل على طول الوقت. التريح بتاع العين ده بيقلل الصداع، بيقلل الزغللة، بيقلل الايه الجفاف بتاع العين. الحاجة التانية، لما هنقعد في أوضة فيها تكييف أو حاجة زي كده، دايما نخلي جنبينا طبق فيه مية أو حاجة فيها مية، عشان ما تعمل شوية هيوميديتي أو تعمل شوية رطوبة في الجو، ما يبقاش عندي جفاف. تمام. الحاجة التانية، نخلي المروحة والتكييف بعيد خالص عن العين عشان ما ينشفش العين بسهولة. لو ما بنلبسش نظارات، الافضل ان احنا نلبس نظارة. النظارة مش شرط تبقى نظر، ممكن تبقى نظارة وقاية، عشان دي بتساعد لي وهي قافلة على العين، بتساعد ان ما يحصلش جفاف في العين او تقلل التبخر بتاع الدموع من العين، فده يقلل الجفاف بتاع العين. ودي حاجة مهمة جدا لكل المستخدمين بتاع الكمبيوتر، ودلوقتي احنا شغلنا كله على الكمبيوتر. صحيح. اللي بيشتغل على الموبايل فترات طويلة، أنا أنصحه إن هو يفتح الموبايل على الكمبيوتر أو اللابتوب أو على شاشة كبيرة، بحيث إن هو يبقى قاعد مستريح باصص قدامه، بدل ما هو موطي بيوجع رقبته ويوجع عينيه ويزود الضغط، مش الضغط، يزود الإجهاد في العين. طيب دكتور، نبتدي نتكلم على المشاكل اللي وعدنا الناس إن احنا هنتكلم فيها النهاردة. المية البيضاء. المية البيضاء من المشاكل المنتشرة جدا ما بين ناس كتير، وخاصة كبار السن. هي المية البيضاء منها أنواع. النوع يعني في أنواع بتحصل خلقية أثناء الحمل والولادة، يعني وفي أنواع بتحصل نتيجة خبطة في العين، وفي أنواع بتحصل نتيجة السن ودي الأكثر شيوعا، وفي أنواع بتحصل تانية نتيجة مشاكل في الجسم، بعض الأمراض اللي في الجسم أو بعض الأدوية اللي بتتاخد للجسم بتعمل لنا معانا مية بيضاء. فالمية البيضاء أنواع. خلينا نتكلم على اللي هو أكثر شيوعا، اللي هو بيحصل مع التقدم في العمر. مع التقدم في العمر. طيب اولا ايه هي الميه البيضاء؟ هو اللي بيحصل مع التقدم في العمر ده هيحصل لينا كلنا؟ يعني زي ما الشعر بيبيض كده. جايه لك دلوقتي. خلينا نعرف الاول ايه هي الميه البيضاء. العين عباره عن كوره كده موجوده فيها الحته الشفافه من قدام، دي اللي هي النافذه اللي بتدخل، بنسميها القرانيل، النافذه اللي بتدخل الضوء للمركز بتاع الابصار اللي هو جوه، اللي بيودي الصوره على الشبكيه للمخ. النافذه دي وراها في عدسه، العدسه دي بتكبر وتظهر حجمها بحيث ان هي تتأقلم الصورة اللي هي قدامنا. يعني انا ببص لك بتاخد الوضع الفلاني بحيث ان هي تثبت الصورة، ببص للوراكي بتغير الزوم بتاعها عشان تجيب الصورة على وراها. فدي وظيفة العدسة بتاعة العين، ان هي تجيب الصورة على مركز الابصار. العدسة دي مع الوقت مع السن زي ما قلتي من شوية ان الواحد شعره بيشيب شوية، بتفقد الكلاريتي، المرونة، وبتفقد الكلاريتي بتاعتها اللي هي الوضوح بالظبط، فما بتبقاش واضحة، فتبدأ تعتم شوية. فلما تبدأ تعتم شوية دي اللي بنسميها بدايات المية البيضاء. فالمية البيضاء هي عبارة عن عتامة في العدسة بتاعة العين، زي ما واحد عنده ازاز بتاع شباك بقاله مثلا 30-40 سنة يبدأ يحس ان هو بيصفر شوية او لونه بيغير. طيب. ده الازاز الصناعي. طيب. ما بالك بقى الحاجة اللي خلقت ربنا. طيب دكتور، هو المريض اللي بدأت تتكون عنده مية بيضاء، ايوه، هيبتدي يحس بايه؟ احنا قلنا شبهناها بحاجة ممكن توصل شوية للناس الصورة او تقرب لهم الصوره، وهي انه كانه ازاز مش نظيف، مش نظيف بالظبط. ففي الاول بيحس في الاول في الناس الكبار في السن
في عندنا جزئين، يا اما بيحس ان في غشاوه على الصوره قدامه زي كأن النضاره مشبره او النضاره مش نظيفه، او يحس ان الالوان قدامه ما بقتش كلير. ليه؟ لان في الماده الصبغيه اللي هي في الجلد بتترسب في العدسه مع الوقت، فتبدا تحس ان الايه تغير لون العدسه شويه، فتخليه يبقى اميل لناحيه البني شويه، فيحس ان الالوان ما بقتش ساطحه زي الاول. فدي بنحسها. الحاجه الثانيه طيب دكتور، معلش بعتذر، بس يعني فرصه ان انا اسال على لما الشخص يحس ان هو مش عارف يميز ما بين الاسود والكحلي مثلا. لا ده اسود دي وكحل. حاجه تانية. لا دي حاجه تانية، احنا ما بنتكلمش في عمل الالوان دلوقتي. انا بتكلم ان لا حضرتك بتقول الالوان ما تبقاش واضحه وصريحه، لكن دي مالهاش بتاخد علاقه وقت بعمل الوان. تدريجيا. لا غير عمل الالوان، بتاخد وقت تدريجيا. يعني احنا لما بنشيل الميه، الناس اللي هي الكبيره في السن دي اللي هي حصل لها يعني تغير في الالوان، يقول لك انا بقيت اشوف الصوره ساطعه واضحه وساطعه. فده يعني ايه احدى الاسباب اللي هي بيخلي العدسه بتاعه العين لونها بيغير. يعني في الاول مع البدايات بيبتدي يحس ان كانه الصوره مش ممكن ما يحسش. ممكن ما يحسش. ممكن ما يحسش. بتفرق مع الناس بقى اللي هم مثلا بيسوق عربيه، يقول لك ما بقتش اشوف بالليل كويس. أيوة. او بيبقى عندي زغلله بالليل. أيوة. شويه. صحيح. ممكن اللي هو قاعد على حاجات دقيقه، بيصلح ساعات، بيعمل حاجات الكترونيه دقيقه، يقول لك ما بقتش اشوف كويس. انما واحد مثلا فلاح في الارض ولا بتاع، ممكن النظر يقل مثلا 4-5 درجات وهو مش حاسس فرق. يعني مش حاسس فرق. يعني اختلاف المهنه بتاعه الشخص هي اللي هتكشف له، بتكشف له هو امتى بيحس. يعني الناس اللي بتسوق كتير. أيوة. دي بسرعه هتبتدي تتاثر. ايوه. طب احنا لما بيحصل لنا القصه دي، او الناس معظمها لما بيحصل القصه دي بتقول ايه؟ انا شكلي كده عايزه اغير النضاره بتاعتي، مقاس النضاره واضح ان هو احنا بنكشفها امتى بقى؟ بنكشفها امتى؟ الشخص بيجي لي بيشتكي ان هو راح لاكتر من دكتور وعمل له نظارات في الاول وفي الاخر، حتى قبل ما تظهر كلينيكيا ان في بوادر ميه بيضاء. بيقول لي انا رحت لفلان وعملت النضاره مش مستريح فيها بقى لها شهرين، ورحت لفلان وعملت النضاره، ده اسماء كبيره، وعمل لي النضاره وبرده مش مستريح، ورحت لفلان وعمل لي النضاره ومش مستريح. فبقول له في بدايات بتاعت ميه بيضاء، لان انت بدات تغير النضاره سريعا. بدايه تغيير النضاره سريعا في فتره قريبه، ده اللي هو بيقول ان في بدايات تكون ميه بيضاء حتى لو مش ظاهره بالفحص الاكلينيكي. طيب النقطه دي مهمه جدا، لانها يعني ان احنا بنغير الدكتور وبنغير البتاع، مش عيب في الدكتور، هو العيب في الميه البيضاء اللي بدات تتكون فبتغير لي المقاس بتاع العين. طيب مهمه جدا ان احنا كنا نقول النقطه دي، لانها هتبتدي تعرف الناس معلومه مهمه قوي، خاصه بانه لما نغير النظارات كتير ولما نحس ان في مشكله في النظر كتير، ده مش عيب الدكتور اللي رحنا له ما اخدش النظر كويس، او النضاره فيها مشكله في المقاسات بتاعتها. لا ده واضح مشكله تانية، وهي بدايه تكون الميه البيضاء، ودي حاجه ما تقلقناش في الوقت الحالي. طول ما هي يعني ممكن تبتدي تكون فوق سن ال40 مثلا. الطبيعي ان هي بتتكون بعد سن ال40 او ال45. تمام. في حالات بتحصل كده، ده اللي هو حالات بتحصل قبل كده، في حالات بتحصل بعد، حسب تعرض العيان لبعض الحاجات المختلفة. يعني الناس اللي هي بتبقى في الصحراء او في المزارع او في الحقل او في التعرض للشمس كتير، دي بتحصل نسبة المياه البيضاء عندهم اسرع شويه، غير اللي هم قاعدين في الغرف او ساكنين في الغرف وما بيتعرضوش للشمس كتير، نسبه حدوث الميه عندهم تبقى اقل شويه او اكبر شويه في السن. يعني الشمس عامل من العوامل اللي ممكن يسرع تكون الميه البيضاء. ايوه. الناس بقى اللي شغلها بيبقى في الشمس بالزبط. الناس اللي بتنزل كتير في الشمس دي معرضة أكتر. معرضة يعني أسرع شوية أو بدري شوية عن الناس اللي هي مش شغلها كتير في الشمس. طيب أنا دلوقتي بدأت أغير النضارة مرة واثنين وثلاثة، وأحس إن الصورة بالنسبة لي ماهياش أحسن حاجة، وإن الدنيا مش واضحة قوي زي زمان، وزي ما حضرتك بتقول دلوقتي إنه الألوان حتى بالنسبة لي مش مزهزهة كده، يعني زي ما الناس بتقول مش مزهزهة كده زي ما كنت بشوفها الأول، لا الألوان مكتومة. تمام.
فانا ده بالتالي دي ممكن تبقى احدى العلامات اللي هي بتاعه بدايه الميه. وفي حاجات تانية، امراض تانية برضو ممكن تعمل لنا الكلام ده. طيب. مش شرط الميه البيضاء، بس طيب مش هنخش في تفاصيلها دلوقتي. يبقى انا دلوقتي هشك ان انا ممكن اكون عندي بدايات ميه بيضاء، هروح بقى اكشف للدكتور نكشف وهو طيب بيحدد الدكتور هيعرف على طول ان دي بدايات ميه بيضاء، ولا اكيد وهو هيقول لي لا بيكشف. ده ضعف في النظر ما انا او بالك اكيد نظرك وهو تغير؟ بيكشف على العين، بيكشف على العدسه، بيكشف على القرنيه، بيشوف في جفاف في العين ولا ما فيش، بيشوف الشبكيه اخبارها ايه، بيشوف العصب البصري، بيقيس ضغط العين. كل الحاجات دي بنعملها في الكشف المبدئي في العياده الخارجيه او في العيادات، على اساس ان احنا نشخص الحاله من بدري ونعالجها من بدري. زي ما قلت ان الحاله اللي هي بتاعت بدايه الميه، هي طول ما هي بتتصلح بالنضاره بنغير النضاره في الوقت الحالي ونكمل. لما يبدا الميه تاثر في النظر نبدا ان احنا نعمل العمليه بتاعت الميه البيضاء. طب ما هي كده تعتبر يا دكتور مؤثره على النظر، يعني لما انا ما اغير هو في السنه بتتصلح، اكتر من مقاس النضاره. بتتصلح بالنضاره، فانا ليه اعملها وهي بتتصلح بالنضاره؟ يعني طول ما هي بتتصلح بالنضاره انا مأجل اجراء مأجل الجراحه. اجراء العمليه. كل ما بنعمل العمليه قدام شويه لما النظر بيتاثر بيفرق مع العيان ايه هو النظر اللي بيتحسن وايه هو الموجود. طيب خلينا نتكلم عن من الكلام الشائع جدا بنسمعه كتير عن الميه البيضاء. انا رحت للدكتور عشان اعمل اشيل الميه البيضاء، قال لي استنى لما الميه تستوي. لا احنا ما بقيناش نستنى لما الميه تستوي. دي اولا يعني ايه التعبير ده؟ كانت مقوله زمان قبل الاختراع بتاع الليزر والموجات فوق صوتيه والطرق الحديثه في ازاله الميه البيضاء. زمان كانوا بيستنوا لما الميه البيضاء تستوي، وهم 4 درجات. لما توصل للمرحله الاخيره يبقى العيان يا دوبك شايف خيال او مش شايف الخيال. وبقينا نشيل الميه البيضاء عن طريق ان احنا كنا بنجمدها او بنشيلها كامله بالمحفظه بتاعتها. وعشان تتشال من المحفظه بتاعتها كامله لازم الميه تستوي عشان تبقى ملخلخه وتقدر تتشال بسهوله، ما تبقاش متوصله بالاجزاء بتاعت العين، فتبقى سهل في الخلع بتاعها او سهل في شيلها. انما قبل كده وهي كانت بتتشال في الاول كانت بتطلع بصعوبه ويحصل مشاكل ومضاعفات منها. يعني ده المقوله بتاعت زمان في الثمانينات. ده قبل استخدام بقى ده الثمانينات. ده قبل استخدام الليزر والعدسات والعدسات. بالظبط من التسعينات. يعني الكلمه دي ما بقتش موجوده عشان من التسعينات ما بقناش نستنى للميه البيضاء ان هي تستوي، عشان احنا بنخش بالجهاز بتاع موجات صوتيه او بالليزر بنفتت العدسه اللي موجوده. فالتفتيت زي الطوبه كده اللينه وزي الخرسانه. فلو انت بتفتتي في طوبه لينه بتتفتت بسهوله، لو تتفتتت في خرسانه بتاخد وقت ومجهود ومشكله. فبالتالي الوضع اتعكس. كل ما اتشالت بدري الميه البيضاء كل ما كانت تفتيتها اسهل وشيلها افضل واحسن. بس ده عكس الكلام اللي انا فهمته من حضرتك الخاص بانه نستنى. انا بستنى طول ما انا عارف احنا عندنا 4 درجات بالنضاره. احنا عندنا 4 درجات. احنا بنتكلم في الدرجه الاولانيه في بدايه الميه. لما نخش على الدرجه الثانيه والثالثه نشيلها على طول، ما استناش يعني الدرجه الرابعه او مراحل. مراحل. اول مرحله وثاني مرحله بصلح بالنضاره. اول مرحله بنصلحها بالنضاره. دخلنا في المرحله الثانيه او الثالثه لازم نشيل الميه. طيب ليه ناس كتير بتخاف من العمليه دي؟ يعني هو في الاول وفي الاخر اسمها عمليه، ولازم وفي العين الجوهره بقى. ما انا بقول لك وفي العين، ولازم حد يحط لي القطره، ولازم حد من الاولاد يبقى معايا عشان ياخد بالي منه وبتاع والحاجات اللي زي كده. فهو المريض نفسه واخد فكره العمليه وراحه والحاجات اللي زي كده. فيعني هي فعلا عمليه كبيره مش صغيره، بس بقت الحمد لله بالاجهزه الجديده والمحدثه بقت بتاخد فتره زمنيه قصيره، ما بقتش زي زمان وخياطه وبدون خياطه كمان دلوقتي. طيب ليه يعني في معظم الحالات بنعملها في عين واحدة الأول وبعدين نستنى أسبوعين 10 أيام ونعمل في العين التانية؟ ده طبيعي إن احنا بنعمل في العين الأولانية اللي فيها أكتر ونستنى على المريض لغاية لما نعمله العين التانية. وده معظم الكتب والمراجع بتقول هذا الكلام، والجمعية المصرية للعيون قالت إن احنا نعمل في عين وما نفتحش العينتين في يوم واحد إلا في الضرورة القصوى.
فاحنا بالتالي بناخد الاجراءات الاحترازيه وبنعمل في عين واحده ونطمئن ان العين عدت على خير من الالتهابات، من الميكروبات، من الحاجات اللي زي كده، وبعد كده نعمل التانيه. ايه هي الاجراءات الاحترازيه؟ لا دي يعني بنديله مضادات حيويه، بنديله بتاع ده يعني في التعقيم في كل حاجه بناخدها، بس صعب ان احنا نعمل الاثنين مع بعض الا في وجود حاله طارئه. يعني الحالات الطارئه هي اللي مسموح لنا ان احنا بعد نعمل. العملية دي يحصل مضاعفات؟ كل حاجه وارده، يعني ممكن. يعني حتى شرب الميه ما هو ممكن أكيد يحصل له أكيد. مضاعفات. بس إيه المضاعفات المرتبطة بإجراءها؟ يعني في مضاعفات، ممكن يحصل التهاب في العين بعد العملية، ممكن يحصل مضاعفات تانية في العملية. فبنستنى لما العين تصحى من العملية وتاخد وضعها الطبيعي، بدل ما الواحد يعني انت ليه تعملي عملية في الرجلين مثلا مع بعض، ما تعملي واحدة واستني عليها لما تقوم شوية اعملي التانية، على الأقل يبقى شايف بيها ويقدر ان هو يتحرك. ليه تخبي العينتين للعيان يعني؟ طيب ايه الحالات القصوى اللي ممكن طوارئ. تعملوا فيها العينتين مع لو بعض؟ في طوارئ حاجة ضرورية، هي دي اللي بضطر ان انا اعمل العملية في العينتين في يوم واحد. في يوم واحد. طيب. والطوارئ دي بتندرج تحتها حاجات كتير، فهو دي الطبيب اللي بيحدد. حادثة مثلا؟ ممكن خبطة حادثة، قوية. ممكن ارتفاع شديد في ضغط العين، ممكن مية صحيح. زرقاء مضاعفة، صحيح. ممكن يعني حاجات تانية طارئة، هي دي اللي بتحصل يعني. ممكن العدسة اتخلعت من مكانها، ممكن حاجات كتير يعني. طيب دكتور، لفت نظري ان حضرتك قلت انه المياه البيضاء هي بتتكون على العين طبقة وبعدين طبقتين او 3 مش أو طبقة، 4. احنا بنقول العدسة نفسها بتاخد تبدأ السمك بتاع العدسة يبدأ يغير اللون بتاعه تدريجيا. لا يعني المية دي اللي هي الطبقة دي هي بتتكون من ايه؟ يعني تيجي منين؟ هي في خلايا جوه، الخلايا دي بتبقى شفافة، مع الوقت تبدأ تفقد البريق بتاعها وما تبقاش شفافة. من ضمن الحاجات اللي هي التعرض للشمس، ممكن نقص فيتامينات، حاجات زي كده تخليها مش شغالة بكفاءة فتفقد البريق بتاعها، او طبعا خبطة في العين او حاجات تانية اضافية اللي ممكن تعمل. أو تقدم في العمر. بالظبط، او تقدم في العمر. طيب احنا اتكلمنا على بس انا عايزه اتكلم شويه يا دكتور عن العدسات، لان دي اسئله ناس كتير قوي. العدسه اللي هتتزرع في عيني، ايوه، نوعها، جودتها، هل انا هزرع عدسه في عيني يعني دي حاجه خطيره؟ هو احنا بنشيل العدسة بتاعة العين عشان فيها المية، اعتمد زي عدسة النضارة، بشيل عدسة النضارة واحط عدسة مكانها تاني. بالنسبة للعدسات، في عدسات لينة. يعني ايه لينة؟ يعني بتطبق تخش من فتحة صغيرة اللي احنا بنفتحها وتتفرج جوه العين، فبالتالي ما بفتحش فتحة كبيرة، فبالتالي العدسة دي اسمها عدسة لينة، بتطبق وتخش. تمام. لما بتطبق وتخش وتتفرد جوه ما بناخدش غرزه في المكان بتاع الايه. هي بتتفرد جوه لوحدها ولا حضرتك بادوات احنا معينه؟ بنتنيها في آلة كده ونحقنها جوه العين. هي بقى بتفتح جوه لوحدها تتفرد؟ لما بتخش جوه بتتفرد لان هي متطبقه، وهي المفروض ان هي بتبقى مفروده. دي العدسات اللينه. تعددت الانواع والاشكال زي انواع العربيات وانواع الموبايلات. في الاول وفي الاخر هي عدسه بتقضي الوظيفه ان هي تجيب لنا الصوره على مركز الابصار. ولكن انا ممكن في انواع من العدسات طالعه جديده، بدل ما هي بتوري البعيد بس بتوري البعيد والقريب. دي اسمها عدسه متعدده، متعدده البؤر، عشان ما اضطرش اعمل نظاره قرايه مع بعد العمليه. وفي عدسات متعدده بس توري البعيد والمسافه المتوسطه، هي بتبقى بؤره واحده بس زي ثلاثيه الابعاد، او توري جزء من الحته اللي انترميديت. فهو ده الاختلاف في التكنولوجيا بتاعت العدسات، عشان كده تفاوتت الاسعار بتاعتهم. انما في الاول وفي الاخر هي قضت لي الوظيفه بتاعت ان هي تعمل تثبت العين ورا. في عدسات كانت زمان بنستخدم في بعض الحالات بنضطر نستخدمها، اللي هي العدسات الصلبة، ودي الدكتور بيحدد حسب نوعية المية البيضاء اللي موجودة، حسب الغشاء اللي هو بنزرع عليه العدسة متماسك ولا غير متماسك، حسب حالة العين. فعشان كده الدكتور بيحدد بعد ما بيكشف على المريض، بيحدد نوعية العدسة اللي هيستخدمها او البديل بتاعها عشان يحط عدسة في العين. طيب انا كمريض دلوقتي رايح اعمل العمليه دي، بدات اسمع من حضرتك انه العدسات انواع وبتأدي
وظائف مختلفة، هي نفس الوظيفة ولكن لا بتقضي ليها نفس الوظيفة ليها بس بالظبط، بس في ليها في متطورة أكتر، فبالتالي ياخد منها مبلغ أكبر. منافع أكتر أنا كمريض، ولكن هي هتبقى أغلى. مظبوط. هي هو الفرق كله في ثمن العدسة، يعني اكيد اجر الطبيب واحد في كل العمليات، هيعمل ايه في لا كل يعني حالة. حضرتك هل بتطرح العدسات دي على المرضى وهم اللي بيختاروا، ولا الاختيار لازم حضرتك اللي تطرحه؟ هو بتتكلمي مع المريض انت في بعض الحالات مش كل الحالات، بقترح على المريض ان ممكن نحط لك عدسة اغلى شوية توريك مثلا البعيد والقريب مع بعض. في بعض الحالات اللي هي مثلا عندها ضعف في الشبكية او مركز الابصار او عندها جفاف في العين، لا ما بقترحش عليهم، انا بحط لهم عدسة بؤرة واحدة ويلبس معاها نظارة للقراية، لان هو العدسات المتعددة البؤر اوقات في هذه الحالات ممكن ما تبقاش مريحاه كويس. طيب بالنسبة للعدسة الصلبة اللي حضرتك دي في بعض الحالات بتاعة المية أشرت ليها البيضاء دلوقتي، بنعملها. احنا مش فاهمين يعني ايه عدسة صلبة؟ يعني ما بتتنيش، اه فهي العدسة حجمها 6 مللي، فبدخلها من فتحة 6 مللي بدل ما فبالتالي افتحها 2 الفتحة مللي. كبيرة. اه فتحة كبيرة، بناخد لها غرزة او 2 وبس وخلاص. فين الغرزة يا دكتور؟ جوه العين نفسها؟ فوق في القرنية او عند الحتة اللي هي ما بين الحتة الشفافة والصلبة. يعني انا دلوقتي لما خلي بالك الغرزة دي ارفع آه. من رمش العين، ما يعني هو ما بتشوفيهاش برمش العين. حقيقي، بس احنا واحنا بنتكلم دلوقتي يا دكتور، وانا متخيله ان الناس قاعده بتتابعنا وبتسمعنا، حتى اللي عملت الجراحه دي او شالت المايه البيضاء، انا اتخيل ان هم الموضوع مفاجئهم. يعني انا لا اتعمل لي غرزه في عينيا. الموضوع كان زمان رعب، لان المريض لازم يقعد ولازم يتحجز في المستشفى، وبناخد غرز قد كده لان الجرح كان كبير. دلوقتي الجرح صغير، المريض بيخلص وبيروح في ساعتها في نفس اليوم، ويعني بينزل الشارع وحاجات زي كده، بيمارس حياته نسبيا يعني كنا احنا باحتراسات متخيلين غير زمان. يعني كنا متخيلين ان الموضوع اسهل او ابسط من كده، هو لا ده طبعا يعني اسهل وابسط من زمان طبعا. ابسط واسهل من زمان، بس هو يظل يعني حاجه جوه العين، بالظبط. فاكيد لازم يبقى عندنا تخوفات، في احتراسات لازم ناخد بالنا منها وبنأكد عليها للمريض، عشان ينزل يمارس بعض من الحاجات، بس ما يشيلش حاجه تقيله، ما يوطيش في الارض، ما يحزقش، يصلي وهو قاعد. دي الاحتراسات اللي احنا بنقولها للعيان بعد الميه البيضاء. يعني تعليمات لازم يمشي تعليمات عليها. لازم يمشي عليها. طيب دكتور، احنا بنشوف ناس نظرها ضعيف جدا وبعد اجراء جراحه المايه البيضاء ما بقوش يلبسوا نظاره اصلا. ما هو العدسه اللي اتحطت في العين بنحطها حسب حجم العين وحسب مقاس العين، فبالتالي الناس اللي عندها قصر نظر كبير بيستفادوا، او طول نظر كبير بيستفادوا من العمليه بتاعه الميه البيضاء، او اللي احنا بنشيل العدسه عشان بنزرع عدسه تانية بالمقاس بتاعهم، فبالتالي فبيستغنوا عن النضاره. بيستغني عن النضاره. فاكيد يعني انا اتخيل ان هم بينبسطوا جدا بالميزه دي، يعني طبعا ان هو بعد عمر طويل كان لابس النضاره هو خلاص اتحرر منها. بالظبط، بالناس اللي عندهم قصر نظر شديد او عندهم يعني ايه بيلبس نضاره زي ما بنقول كعب كوبايه او الحجم الكبير، طبعا بيبقوا مبسوطين جدا. طبعا يا فندم. طيب مش عارفه هل كده احنا اتكلمنا او خلصنا كلامنا عن كل ما يخص الميه البيضاء؟ اول نوع اللي هو بتاع كبار السن. في عندنا ميه بيضاء خلقيه زي ما انا قلت في الاول، دي بتحصل في الستات الحوامل او بعد الولاده، بيبقى في نسبه من عندهم نتيجه مثلا ما اكلتش كويس، ما خدتش فيتامينات كويس، تعرضت لبعض الانواع من الاشعاعات، حاجات مختلفه، اتعرضت لخبطه، اتعرضت لحاجات اللي زي كده، ده بيؤدي الى يعني بعض الانواع من الميه البيضاء الخلقيه، فينزل للطفل تلاقي ان احنا مش شايفين، فنلاقي عنده مثلا ميه بيضاء، او نشوفها يعني ليه سميناها خلقيه، لان احنا مش شرط نشوفها بعد الولاده مباشره، لا في اطفال بيكبروا لغايه سن مثلا 10 سنين و15 سنه، وبعدين واحنا بنكشف عليهم ان هم مش شايفين كويس نلاقي ان هم عندهم ميه بيضاء خلقيه. فالستات الحوامل لازم يهتموا بالتعليمات بتاعت الدكاتره، والامهات زمان كانت بتدي تعليمات كويسه زيها زي الدكاتره، فالتعليمات بتاعت زمان دي مهمه جدا. اللي هي الاكل كويس، اخذ الفيتامينات كويس، الحاجات دي مهمه لصحه العين بتاعه الطفل. تمام. طيب دي الميه البيضاء الخلقيه. بعيب خلقي او بميه بيضاء خلقيه.
خلقيه. الدكتور هتتشخص ازاي يا دكتور؟ اولا الطفل يا اما بنلاقي نقطه بيضه كده في النني بتاع العين، او اوقات نحس ان الطفل مش شايف كويس الحاجه اللي قدامه، فبنفحص الطفل بنلاقي ان هو عنده نوع من انواع الميه البيضاء الخلقيه. والانواع بتاعت الميه البيضاء الخلقيه ليها حوالي 6 أو 8 انواع، حسب الدرجه بتاعتها يا بنعمل العمليه على طول يا ما بنعملوش العمليه، حسب ما الدكتور شايف. ميه بيضاء خلقيه خفيفه ما بنعملوش حاجه، ممكن نعمل له نضاره يمشي بيها، وممكن ان احنا نتابع المريض بهذا الشكل. الميه البيضاء اثرت على النظر، لا بنخش ونشيلها. طيب في اي سن مختلف. ده النوع التاني. ده نوع تاني. في النوع الثالث اللي هو نتيجة حادثة او خبطة في العين، او بوكس او اي حاجة خبطت العين، دي ممكن تعمل ارتجاج في العين، فالهزة بتاعت العين دي تعمل مية بيضة خلقية، مية بيضة نتيجة الخبطة في العين، وتبقى العين المصابة هي اللي متأثرة، العين التانية ما تبقاش فيها حاجة. المية البيضة الخلقية ممكن تظهر في العينتين، اللي هي بتاعت كبار السن بتظهر في الاثنين، فانما المية البيضة اللي هي نتيجة الخبطة دي بتبقى في ناحية واحدة، الا طبعا لو هو كان سيء الحظ واتخبط بقى في العينتين مع بعض يعني. فدي مية بيضة خلقية نتيجة الخبطة، ودي بتتشال بعملية في لما تأثر معانا في النظر. لكن لو هي مش مقصرة مش مقصرة بنعمله برضو النضارة ويمشي بيها. بس عادة المية البيضاء نتيجة الخبطة لا التطور بتاعها بيبقى سريع، فبتحتاج ان هي تتعمل في اقرب فرصة لما المريض نتيجة الخبطة تستقر حالته. طيب النوع الرابع بقى؟ النوع الرابع اللي هو نتيجة الامراض المختلفة اللي في الجسم، زي الناس اللي عندها سكر، زي الناس اللي هي عندها امراض مختلفة في الجسم، زي الناس اللي بتاخد ادوية للقلب، زي الناس اللي بتاخد ادوية بتاع الكورتيزون. كل الكلام ده بيعمل لنا مية بيضة مضاعفة في العين، ودي لما بتظهر بتتشال لان هي بتأثر على المحفظة الخلفية بتاعة العدسة في الاول، فبيبقى تأثيرها سريع في الرؤية ان هي تقل. طيب فدي الانواع المختلفة بتاعة المية البيضاء. متهيألي كده خلصنا كل انواع المية البيضاء. ونتكلم بقى على المية الزرقاء. تمام. ايه هي المية الزرقاء؟ بتتكون ازاي؟ المية الزرقاء هو ارتفاع في ضغط العين. تمام. مع يعني ضغط العين احنا قلنا العين زي الكورة، بيطلع سائل من جوه وبيتصرف طول الوقت عشان السائل ده بيغذي العين من جوه. اوقات المصفى اللي هي بتصرف السائل ده بتتسد او ما بتبقاش شغالة بكفاءة، فالسائل اللي جوه يتحبس زي العجله الكاوتش، لما تنفخيها تقعد الضغط جواها يزيد، فلما الضغط يزيد يبدا ياثر على العصب البصري. فضغط العين لما بيعلى في العين ده بنسميه الميه الزرقاء. في اي نعم ميه زرقاء ذات الضغط الواطي، ودي ما بيبقاش فيها ضغط عالي، بس بيبقى معاها مصاحب ليها التغيرات اللي هي بتحصل في العصب البصري نتيجه ان الدم ما بيبقاش عاده واصل كويس للعصب البصري. استاذ فده احمد الميه الزرقاء. طيب ناخد استاذ احمد. الو. ايوه السلام عليكم يا فندم، كل عام وحضرتك بخير. وحياتك بخير يا استاذ احمد، اتفضل. الله يكرمك، ربنا يخليك. ممكن نسال الدكتور سؤال والله؟ طبعا. اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك بألف خير يا باشا. وحضرتك طيب يا فندم. الله يخليك. والله والدتي ست مسنه كبيره، جات لها حبايه كده في عينيها يا دكتور، فايه سد عينيها كده يعني في حبايه فين في العين؟ في الجفن ولا في الجفن اللي فوق حضرتك؟ في الجفن اللي فوق. تمام. فمش عارف نعمل ايه بصراحه يعني، فعماله بتنجز عليها كده وبتاع. قلت لها طب هي لما تلم ولا حاجه يعني ملتهبه ولا مش ملتهبه؟ ملتهبه حضرتك يا دكتور. ملتهبه. هي طبعا ملتهبه دي تبقى ان شاء الله يعني شويه التهابات، احتمال تبقى كيس دهني او احتمال التهابات في المنبت بتاع الرموش، فدي بناخد لها علاج. بس احنا يهمنا في كبار السن ان احنا نطمئن من اي حبايه ان هي ما تكونش لا قدر الله حاجه تانية مش موجوده، فلا يعني حاجه تانية مش كويسه يعني. فالمهم ان احنا نعرضها على حد من الاساتذه بتوع العيون عشان بس يطمئن ان هي شويه التهابات، وهيكتب لك ليها ان شاء الله علاج مضاد حيوي، ويكتب لك ليها زي كمادات تتعمل على العين ان شاء الله. طب حضرتك هي يعني بقى لها كده 3 ايام او 4 يا دوب، اعمل لها حضرتك كمادات دافيه عليها لغايه لما تروح للدكتور يبص عليها، واديها مضاد حيوي عمومي. بشكرك يا استاذ احمد. اي نوع؟ بالفم يعني حضرتك؟ بالفم مع مضاد حيوي قطره ومرهم كمان. طيب ماشي يا دكتور. بشكرك.
الف سلامه عليك، بس لازم ضروري حد يشوفها، عشان يعني زي ما قلت لحضرتك بنخاف الناس الكبار ان هو يكون لا قدر الله في تاثير من تغيرات في الجفن او حاجه زي كده، تبقى حاجه تتشال بدري احسن من ما هي بالذات اللي هي بتبقى حاجات مكلكعه يعني. ماشي، ربنا يجزيك خير يا دكتور. العفو يا فندم. ماشي، شكرا. دكتور، حضرتك بتتكلم على المياه الزرقاء، ذكرت ارتفاع ضغط العين. ارتفاع ضغط العين من الحاجات اللي احنا بنقلق منها جدا، بنخاف منها جدا. ايه هو ارتفاع ضغط العين؟ زي ما انا قلت ان في سائل بيطلع جوه، والسائل ده بيتصرف من زي مصفى. المصفى دي اوقات ما بتشتغلش بكميه كافيه، فما بتصرفش السائل اللي هو جوه العين، فيتحبس جوه فيرتفع في ضغط العين. ده الحاجات اللي هي الميه الزرقاء الاوليه. في عندنا ميه زرقاء تانية اللي هي يعني الزاويه بتاعت العين بتتقفل، فلما الزاويه بتاعت العين بتتقفل دي بتحبس لي السائل جوه فيرفع لي ضغط العين موجود. دول اللي هم النوعين الاشهر نوعيا في ارتفاع ضغط العين. في بعض الامراض بتعمل لنا ارتفاع ثانوي في ضغط العين، زي السكر، زي الاوعيه الدمويه العشوائيه اللي على الشبكيه، زي الالتهاب القزحي، زي يعني امراض تانية في العين او امراض تانية في الجسم تعمل لنا معها ارتفاع في ضغط العين. فدي انواع ثانويه، فبنعالج السبب الرئيسي وبنعالج معاها ضغط العين. ضغط العين عندنا عشان نعالجه بنديله قطرات، لو ما جابش معانا نتيجه بنعمل له عمليه، واوقات ليزر، واوقات بنركب صمام في العين عشان يصرف ضغط العين. السوائل. دي اللي هو الحاجات الاساسيه، او اللي هي الحاجات الاساسيه لعلاج ضغط العين. ضغط العين لما بيرتفع احنا بنسميه حرام العين. ليه سميناه حرام العين؟ ملوش اعراض. ملوش اعراض. الواحد ما بيحسش بيه غير وهو بيكشف عند الطبيب، او بيحس بيه بعد ما النظر يروح في عين من العينتين. تمام؟ فدي من الحاجات الخطيره اللي هي مهم جدا ان احنا نقيس ضغط العين. عشان كده بنقول الكشف الدوري عند الطبيب عشان نحدد مرض الجلوكوما او الميه الزرقاء، ان احنا نشخصه بدري عشان اديله العلاج بدري ما نفقدش البصر بعد كده. صحيح. عشان كده بنقول ان احنا لازم نروح للدكتور نكشف كل 2 أو 3 سنين، نغير النضاره اللي احنا بنلبسها، حتى لو مش بنلبس نظارة نطمئن على قاع العين ونطمئن على ضغط العين. من الحاجات الأساسية اللي احنا بنكشف عليها بصفة دورية، عشان الوقاية خير من العلاج. صحيح. أستاذ محمود، ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم أستاذ. اتفضل يا أستاذ محمود. أستاذ الدكتور. أهلا وسهلا بيك. سمعت أن عندي التهاب قزحي في العين. عندك إيه؟ التهاب قزحي. التهاب قزحي، أهلا وسهلا بيك. نتج عنه ضمور في العصب البصري وارتفاع في ضغط العين. وارتفاع في ضغط العين. تمام. وكل مادة الدخان بيبقى قدامي كثير جدا. إيه؟ مالش علاج. أستاذ محمود، حضرتك بتقول إيه؟ الدخان دايما قدامي كتير قوي. الدخان بيضايق حضرتك؟ الدخان كتير قوي قوي قدامي. دخان قدامك ولا الدخان بيضايقك؟ لا، الدخان كتير قوي قدامي، ما بشوفش امشي منه. ايوه تمام. حضرتك يعني الالتهاب القزحي ده بيبقى مرض مناعي في الجسم. الجسم بياكل بعضه او الخلايا بتاكل بعضيها، فعشان كده بيظهر الالتهاب ده في العين. جزء كبير منها بيبقى نتيجة يعني تفاعل الجسم مع بعض الامراض في الجسم المختلفة. فانت محتاج حد بتاع امراض مناعة يشوفك، وحد بتاع امراض عيون يشوفك عشان يحدد. 25 سنة بتعالج. ايوه ما انا فاهم يا فندم. 25 سنة بنتعالج. احنا بنتعالج مع حاجتين، بعالج السبب اللي هو الاساسي اللي عمل الالتهاب القزحي، وبعالج المضاعفات. نعم يا فندم. مرض اسمه بهست. مرض بهست ده مرض مناعي. فانت بتعالج مع الدكتور بتاع الامراض المناعة، وبنعالج مع الدكتور بتاع العيون. المشاكل اللي بتحصل في العين نتيجة المرض الأساسي، فالدكتور بتاعك بتاع المناعة ده اللي هو متخصص بيديلك علاج. لما الحالة بتزيد بتبدأ تاخد العلاج فورا. طب والضمور اللي في العصب دوت مش ده؟ ما هو ده عشان حصل أكيد ارتفاع في ضغط العين في مرحلة من المراحل أثناء الالتهاب، فهو أثر معانا في العصب البصري. فاحنا مطلوب ان انت تتابع ضغط العين بصفة مستمرة، تتابع الالتهاب القزحي بصفة مستمرة. القطرات والعلاج اللي انت بتاخدها لازم تتابع مع ضغط العين. يعني هي كلها منظومة واحدة، كلها متكاملة، ما ينفعش ان انا اسقط واحدة منهم. تمام. سؤال تاني؟ اتفضل يا فندم. دلوقتي ابني جت عصايه في عينه ورحنا نكشف عليه، قال لي عنده جفاف في العين.
ابنك ماله؟ ما سمعتش. عنده حساسيه في العين. عنده حساسيه في العين. وبعدين قال لك عنده جفاف معاها. تمام. الجفاف ده مؤقت ولا بيبقى مستمر؟ الحساسيه دي حاجه هو بيتعرض لها في الجسم، فالجسم بيعمل الحساسيه دي، زي ما في حساسيه في العين زي ما في حساسيه في الجسم. تمام. فاحنا نعالج السبب بتاع الحساسيه وما ناخدش قطرات بعد اذنك فيها كورتيزون، ونتابع برضو الحساسيه بصفه مستمره، ونعمل له اختبار حساسيه، وفي مصل دلوقتي للحساسيه اللي هو عنده لازم ياخدها. الجفاف اللي في العين. نعم. الجفاف اللي في العين. الجفاف في العين ده امره سهل، بس هو يحسن مستمر يعني ولا مؤقت؟ الجفاف لما يخف الحساسيه يمكن تقل معاه شويه ان شاء الله يعني. فهو يعالج الحساسيه وياخد المصل بتاع الحساسيه عشان يعالج السبب اللي عامل له حساسيه في العين، ويلبس نظاره بصفه مستمره قافله على عينيه عشان الحاجات اللي عامله له حساسيه ما تتاثرش في العين. الف شكر يا دكتور. العفو يا فندم. دكتور، احنا قلنا انه الاعراض الخاصه بالميه الزرقاء مش موجوده، حرام النظر. بالتالي ممكن الشخص يبقى مصاب بالميه الزرقاء وما يبقاش عارف بالظبط، ويكتشف عن طريق الصدفه. عشان كده احنا بنقول ان احنا نكشف بصفه مستمره عشان نعالج بدري، وعشان يعني ناخد العلاج اللي هو اللازم للميه الزرقاء لو حصل لا قدر الله ميه زرقاء. طيب اسبابها بقى يا دكتور؟ زي ما قلنا في الأول إن هو ضغط العين بيعلى نتيجة إن هو الزاوية بتاعة العين ما بتصرفش، أو المصفى اللي موجودة ما بتصرفش الضغط، ودي بنلاقيها في الناس اللي هي الكبيرة في السن أو الناس اللي هي فوق سن ال40. نخلي بالنا من الحاجة زي كده، يعني ناخد بالنا منها بحيث ان احنا نتابع ضغط العين بصفه مستمره. الناس اللي هي عندها طول نظر كبير بتبقى حجم العين صغيره، فبالتالي الزاويه بتاعه العين بتاعتهم بتبقى ضيقه، فبالتالي لما يخشوا في اوضه ضلمه الحدقه بتوسع، فممكن الزاويه بتاعه العين تتقفل نتيجه ان هو الحدقه وسعت. فبالتالي الكلام ده بعد سن ال40 بيبقى اكتر من اللي هو الصغير يعني. فبالتالي نخلي بالنا ان احنا ما نخشش في اوضه ضلمه، ان احنا لما بنخش في اوضه ضلمه يبدا يحصل صداع وزغلله وحاجات زي كده. دي احدى البوادر بتاعه ارتفاع ضغط العين في الناس اللي عندها الزاويه ضيقه. تمام. دول بنشوفهم في بالذات الستات كبار في السن او اللي عندهم طول نظر كبير بعد سن ال40. طب حضرتك قلت ان العلاج بيكون عن طريق القطرات ولو القطرات ما جابتش نتيجه بنلجا لا، هو على حسب النوع بتاع الميه الزرقاء. يعني اللي عنده زاويه ضيقه ده بعمل له ليزر من الاول، بعالجه عشان اعمل فتحه تصرف لي الضغط على طول، ما يحصلش منها انسداد في الزاويه بتاعه العين. بالنسبه للي هو اللي فيه ميه زرقاء خلقيه، يعني اطفال بيتولدوا عندهم ميه زرقاء، تمام، ودي بنشوف حجم العين بيكبر شويه عن الطبيعي، والام تقول لك عينيه زرقاء شويه عشان كده سموها الميه الزرقاء. فدي بيبقى ارتفاع في ضغط العين في الاطفال، لا ده رقم 1 جراحه على طول. وبعد كده بنتابع ضغط العين تدريجيا بعد كده. انما الكبار في السن اللي هم عندهم ميه بيضاء ميه زرقاء اوليه بنديهم قطرات وبنوصل معاهم لضغط العين المستهدف. لو ما وصلناش لضغط العين المستهدف بالقطرات والعلاجات المختلفه بنخش نعمل لهم يا ليزر يا عمليه بتاعت ميه زرقاء. أستاذ الدكتور محمد ياسر سيد سيف الدين، أستاذ طب وجراحة العيون وعميد معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف، أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور. العفو، شاكر الأفضل ليكي. بشكر حضراتكم على المتابعة وبتمنى لكم دايما دوام الصحة والعافية، واشوفكم على ألف خير في حلقة جديدة.